السلام عليكم يا الغاليات، مرحبا بكم. ان شاء الله يا ربي تكونوا كامل بخير وعلى خير. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. بدا العد التنازلي رانا في رجب، ربي ان شاء الله يدخل علينا رمضان بالصحه والسلامه. شوفوا اليوم درت لكم وصفات رمضان، غادي نبدو باذن الله. اول وصفه هذا طاجين الرخام، الوصفه الجزائريه المعروفه. نبدو بالوصفه التقليديه، نديروا وصفات هكا متنوعه باش اللي حابه تجرب جرب دروك، وفي رمضان باذن الله تحتمد برك الوصفه. درت لكم طاجين الرخام بطريقه سهله بسيطه، كيفاش يجي ملبي، كيفاش يجي ثقيل وبنين روعه. اول حاجه صلوا وسلموا على الحبيب مصطفى جامل، اختكم فاطمه الزهراء الجزائريه. عندي طاجين الطين ولا كوكوط كيما حبيتوا ولا مرميطه. درت فيها هنايا كميه تاع زيت زيتون ولا السمن، من الافضل ديروا في الاطباق التقليديه السمن باش يجيكم بنين. عندي لي مورسو تاع الدجاج ولا اللحم تاني لا حبيتوا، كل واحد والمقدور تاعه. انا هنا درت زوج تاع الفخوذه كيما هكا. غادي ندير لهم حبه تاع البصل، من الافضل هذا البصل الابيض اللي يذوب لكم ويجيكم مشباب، ولا البصل الاخر. المهم ما ترابوش باش ما يطلقش الماء ويطلق المروريه. قطعوه كيما هكا وخلوه يتقلى، خلوه يتقلى مليح مليح حتى اللي يذوب لكم. هنا ما خليتش انا بزاف حتى يحمر تاني هذاك الدجاج مليح. من الافضل تخلوه يتقلى مليح حتى يحمر لكم هذاك الدجاج. انا هنايا بالخف عجلت عليه باش نصور لكم لا فيديو. الو غادي دروك نتبل، ندير شويه تاع سكنجبير، شويه تاع الفلفل الاسود اللي هو الحرور. عندي كذلك شويه تاع الكركم، التوابل الاساسيه، شويه تاع الكركم. شوفوا ندير هكا فوق الدجاج ونزيد تاني فوق البصله، وغادي نزيد تاني التابل تاع الدجاج، يعني الايبي سبيسيال تاع الدجاج يعطيها واحد الذوق فريمون شباب بزاف. غادي ندير هكا ربع مغرف صغيره، ما تكثروش بزاف باسكو الطاجين ماشي يعني الكميه ماشي كبيره بزاف. درت هكا شويه، ومن بعد كينا غادي نجيب تاني شويه تاع القرفه. حبيتوا ديروا قرفه عود ولا ديروا قرفه بودره، انا هنا درت القرفه بودره تاني تجي شابه. مهم ما تكثروش باسكو تكحل لكم المرقه. وغادي نجيب كميه تاع الحمص اللي كان منفخ وعندي في الكونجيلاتير. الوصفه هنا تقدروا ديروا الحمص ولا ديروا الزيتون ولا ديروا شامبينيون، يعني باي حاجه حبيتوا ديروها. القاعده هو انه هذوك الكرات تاع الفيونداشي بالبيض كيفاش نخدموهم ويجوكم شابين. بعد ما درت هذاك الحمص غادي دروك نجي نمرق بالماء حامي. شوفوا دائما الطاجين تاع الطين لازم تمرقوا بالماء حامي باش ما يديش هذاك الشوك ويطردق لكم. وديروا يعني ديروا حديده باغ اكزومبل كريبيير ولا حديده سبيسيال تاع الطواجين هكا باش تحافظوا عليه. عندي هنا زوج ورقات تاع الرند، نغطي الطاجين تاعي ونحطها على نار تكون متوسطه. كي يبدا يغلي نقص عليه ونخليه على خاطره. تاش درت لها الكفته، درت لها شويه تاع الثوم، درت لها بصله تكون غير صغيره هكا ربع بصله، درت لها شويه تاع المعدنوس، ودرت لها شويه تاع المارغرين، وطحنتها في الاشوار. علاه طحنتها باش تجيني متماسكه، يعني تجيني على الحبه تاع البيض متماسكه، ما تجيش يعني فارغه. كما تعرفوش الشحم كي يذوب يفرغ لكم تبقى غير يبقى غير الكفته، يعني ما تجيش الوصفه كيما هذيك هي. الوغ فوتوا كلش في الاشوار. ديروا التوابل، الملح بيان سور ما تنسوش في الطاجين وما تنسوش هنايا. وهنا جيبوا البابي فيلم هكا، الفيلم اليمونتير عفوا كيما هكا، وديروا حبه البيض اللي تكونوا مغليينها، ديروا حبات صغار ولا كبار كيما حبيتوا. غادي دروك تساعدكم بزاف الخدمه كي ديروا هكا الفيلم اليمونتير، وتبدا تضغطوا مليح الحبه تاعكم تجيكم يعني متحوفه، والكفته تجي لاصقه على الحبه تاع البيض، يعني ما تجيش منفصله عليها. وشكلوها هكا بشكل بيضاوي عفوا، وخلوها بجهه. نعاود لكم هنايا، شوفوا هنا غادي ديروا كيما هكا، يعني تبسطوها في الفيلم، ومن بعد ديروا حبه البيض، ومن بعد تبدو تضغطوا غير بشويه، ومن بعد تقلوها من الفيلم وتبدو ديروا هكا بالشكل تاع البيضاوي. هنا تقدروا تخلوها في الفيلم وتزيدوا يعني ديروا لها الالومنيوم وتفوروها، ولا ديروا لها الكويسون يعني بابي كويسون كيما درت انايا. شوفوا بصح لاستيس هي انكم تطحنوا يعني الفيونداشي، وتطحنوا البصله، تطحنوا الثوم المعدنوس كامل في الاشوار، تعاودوا لهم في الاشوار، ديروا لي زيبيس باش تتحصلوا على هذا القوام اللي تكون متماسكه. فهمتوني يعني تجيكم غايه. بعد ما شكلت انا هنا درت 3 بيضات، غادي نجيب البابي كويسون شمخته في الماء، قسمته هكا، ومن بعد غادي ندير الحبه تاعي هكا تاع البيض والكفته ونلمها مليح مليح، ومن بعد نديرها في الالومنيوم ونديرها تفور في الكسكاس. نديرها تفور باش تحكم روحها، برك نجي نقليها يعني ما تغبنيش وتاني ما تنحليش في الطاجين. دروك انا غادي نفورهم كامل. نتوما الكميه حبيتوا ديروا 5 بيضات 6 كيما حبيتوا، يعني على حسب الكميه تاع الافراد العائله تاعكم. شوفوا بعد ما فاروا قليتهم في الزيت حتى داو هاد لاكولور، ومن بعد رديتهم للطاجين يزيدوا يتجمروا شويه ويطيبوا. وهنايا كي تقلعوهم شوفوا كي تقسموا الحبه تاعكم تجيكم الكفته لاصقه مع البيض، وهنا قسموا هكا يعني كامل.
وبدو تزوقوا في الطاجين تاعكم. الدجاج تبغوا تدخلوا يعني الطاجين كيما راه تقلعوا له برك البلاح تاعه تدخلوه في الفوغ، تخلوه يحمر باش يجيكم شباب، ولا تقدموه كيما قدمته انا دي فوا ما يكونش عندي الوقت يعني نعزج باش نكمل الحاجه. شوفوا الدجاج تاعي طاب وتجمر، هذاك الحمص تاني طاب، الزبده درت له شويه تاع المعدنوس فقط، درت له طرونش تاع الليم. وهنا شوفوا المرقه تاعي كيفاش تجي ثقيله ومجمره. قطعت هذوك البيضات هكا والكفته وحطيتهم هكا زوقتهم. نتوما قد ما تكثروا قد ما يجيكم الطاجين تاعكم باهي وشباب، يعني يجي يعمر العين. الحمص راه طايب، المرقه ثقيله وبنينه، وهذا هو الطاجين تاعنا. ما عليكم غير تجربوه، طاجين الرخام الجزائري المعروف. يعني غادي باذن الله ندير لكم الوصفات الجزائريه التقليديه واللي خاصه برمضان هكا، وخاتاني شوفوا حاجه يعني بريزونطابل. ما بقى لي غير نقول لكم اللي راهي مهتمه بلي باك غادي نخلي لكم كامل الروابط، خليت لكم الارقام الهاتف حبيتوا تتصلوا، ولا غادي نخلي لكم الروابط هنا غادي تدخلوا للسيت تاعهم. شوفوا اللي كوموندو من السيت يكتبوا الاسم تاعهم الرقم تاعهم ويكتبوا حداه شاف فاطمه هكا، يعني هذا هو الكود برومو باش تدوا الهديه تاعكم. تكوموندو باك ولا دو باك ولا 3 باك، يعني لا سيري تاع سر الشاف هذه فيها 3 باك، قلت لكم كل باك فيه 10 يعني تاع الايبيس فريمون ما شاء الله ريحتهم روعه. شوفوا فوتهم معاكم العام اللي فات شفتوهم معايا، التوابل هادو ينطحنوا قدامكم في المحل جدد. والحاجه الشابه عندهم هو انه التوابل ما يبقاو لهمش مده، يعني يطحنوهم من يبيعوهم من، ما تبقاش كامل حاجه قديمه. ما بقى لي غير نقول لكم حبيباتي شهيتكم في الجنه، جربوا الوصفه، بحثوا لي كامل تطبيقاتكم، خليكم في امان الله، سلام.